ذرو جميل جدا ومش طبيعي، وتربل اتش فصل الألقاب، وسامي زين رجع يعبي براس جاي اوسو. كل مطلوب عندك انك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان بس ننزل فيديو جديد يوصلكم تنبيه، وتحط لايك على الفيديو. بس قبل ما ابدأ بدي احكي كم شغلة. اللي بيسأل ليش انا مهند ساحب على القناة، يا اخوان التهيت بشغل العيد ورمضان وما لحقتش اصور فيديوهات وانشغلت بامتحانات المدرسة، فيعني راسي توتر ما عرفت اصور فيديو. وبالنسبة لموضوع تحليل عرض راس المانيا راح احلله مع عرض باكلاش، يعني راح ينزل الفيديو مخلوطين ببعض، باكلاش راس المانيا وراس المانيا العادية راح نحللهم بإذن الله. وبس يا جماعة خلينا نبدأ. احنا العرض بدخول الامريكان نايت مير كودي رودز. المهم يا اخوان مسك المايك كودي رودز وقال: شيكاغو، بتحبوا احكي عن ايش اليوم؟ عن الدبليو دبليو اي ولا عن بروك ليزنر؟ في حاجات كثير لازم احكي عنها. بروك ليزنر هاجمني زي الجبان، مسكني من ظهري واعطاني واحدة F5. ليزنر هو من اشرس المقاتلين مرت على الدبليو دبليو اي. بس خليني اوريكم اشي. وبعدين يا اخوان كودي رودز قلع القميص ومسك المايك كودي رودز ورجع كمل كلامه وقال: انا جاي اليوم عشان اتكلم على الجرح هذا. حقيقة انا اول مرة بوقف في شيكاغو بعد مباراتي مع سيث فريكن رولينز في الهيل ان ذا سيل، اللي بالمناسبة انا لسه ما شفتها لحد الان. المباراة هاي كانت صعبة جدا لانه كانت من اقوى المصارعين الموجودة في الدبليو دبليو اي، سيث فريكن رولينز. وغير انها كانت تكون المباراة هيل ان ذا سيل. بروك ليزنر لا تطلع علي هسه، حاب اقول لك اختار مكان الاصابة اللي بدك تنصابني فيها. بروك ليزنر انا مستعد الك في باك لاش. بعدين يا اخوان دقت موسيقى فين بالر ومسك المايك وقال: كودي كل اللي بالدبليو دبليو اي عندنا اصابات خطيرة. اسمعني، انا شفت اللي صار لك في الراسلمانيا 39، شفت هزيمة رومان رينز الك، وشفت اللي عمله بروك ليزنر فيك. انا مقدر كل اشي بتحكيه وحاسس الشعور اللي انت فيه. طب انت يا كودي ما فكرت ليش صار لك كل هذا؟ انا حجاوبك على السؤال هذا. كودي رودز، انت حصل كل هذا اللي معك عشان ما في الك واحد يسندك ويدافع عنك، ما عندك فريق يكون ساند ظهرك، ولو صار فيك اشي يهجموا على الخصم اللي كان حاقد عليك. كودي هسه بقول لك انت مستحيل تهزم الوحش بروك ليزنر لحالك، ان انت عارف مين هو بروك ليزنر. بس كودي رودز مع جادجمنت داي ساعتها منشوف مين راح يفوز في مباراة باكلاش. عندك اكبر امثلة عن الجادجمنت داي، ريا ريبلي بطلة سماك داون، دايما بريست اي واحد يعتدي على الجادجمنت داي بيدمره. دومينيك ميستيريو اثبت انه هو اقوى من ابوه الاسطورة. بالر، انا بحترمك كثير وبقدر العرض اللي عرضته علي الليلة، بس انا برفض العرض هذا. وبعدين يا اخوان انحمت بين بالر وكودي رودز وتحدوهم مباراة، واول مباراة معنا كودي رودز وفين بالر. اخوان هاي ما كانت اول مباراة، هي راح تكون الحدث الرئيسي الظاهر. المهم يا اخوان بنروح لاول مباراة معانا، الاوسوس او البلود لاين ضد ال دبليو او سانتا سكوبار، وبعرفش مين هذا اللي جاي معها. المباراة يا اخوان وكانوا ال دبليو او مسيطرين على البلود لاين. البلود لاين يا ايام هيبتكم وين راحت؟ والله العظيم يا اخوان سامي زين هو اللي كان عامل قيمة للبلود لاين. اخ يا البلود لاين كانت يا اخوان تغيرت كثير وبلش يصير فيه خلافات. المهم كانوا ال دبليو او مسيطرين على البلود لاين، وكان
كالعادة يا سادة البلود لاين مستحيل يفوزوا بجدارتهم إلا يفوزوا بالغش. جاي أوسو لها اللي حكم وبلش يحكي معاه، وسولو سيكوا أعطان فينيشر لواحد منهم وثبتوا وفازوا البلود لاين. ومسك جيمي أوسو وجاي أوسو المايك وقال لما خسرنا فيها الألقاب بس يوم الجمعة راح نرجع ألقابنا من كيفن أوينز وسامي زين، وراح نفوز ونكون أبطال التاج تيم، والفوز هذا لزعيم القبيلة الترايبل شيف هيد اوف ذا تيبل رومان رينز. البلود لاين بدهم يفوزوا عشان خاطر زعيم القبيلة رومان رينز. نروح للكواليس ومنلاقي جاي أوسو ماسك التليفون وبيحكي فيه، بس تفاجأنا لقينا Undisputed Tag Team Champion سامي زين. بدأ جاي أوسو الكلام وحكى انت ايش بدك يا سامي زين؟ ليه جاي هان؟ جاي انا مش جاي هان بس عشان القتال، انا جاي هان انا مستغرب منك كثير. ايش اللي قلته على الحلبة اليوم؟ معقول هذا جاي أوسو اللي نعرفه قاعد بيحكي بدنا نفوز يا ابطال التاج تيم تشامبيون على سامي زين وكيفن اوينز عشان خاطر رومان رينز؟ يعني انت بدك تفوز بالالقاب بس عشان نفسك؟ بس يا جاي أوسو يا حبيبي، ايش اللي راح يصير لو سامي زين وكيفن اوينز فازوا عليكم؟ يلا يا حبيبي استقبل وكون قد كلامك اللي حكيته على الحلبة من شوية. انت شو مالك؟ انت ليش مهتم في البلود لاين اصلا؟ مش انت قلت البلود لاين؟ سامي زين بدي اقول لك هالكلمات وحطهن حلق في اذنك. سامي انا اخترت اني اكون مع البلود لاين، وانت اخترت انك تخون البلود لاين. اخترت عيلتي وانت اخترت تخون عيلتك، وبس يا سامي زين انتهى الحوار بيننا. وبس هيك يا جماعة سابوا جاي أوسو ومشي. وبنطلع من هاي الفقرة بإيش؟ إنه خلص صار في إشي معين بين سامي زين وجاي أوسو، فهيك بنستقبل عداوة بين جاي وسامي زين. وبرجع أردد كلامي يا جماعة الخير في كل فيديو بتاريخ 28/4/2023 جاي أوسو راح يغدر برومان رينز في الماني ان ذا بانك او بعدها. وبعد هيك يا اخوان بيطلع على الحلبة ذا جيم تريبل اتش بيجي على الحلبة وقال انا الي شرف اني اطلع على الحلبة واحكي عن اشي جديد في WWE. جماعة الخير رايح احكي عن الاندستيوبد WWE Universal Champion الترايبل شيف زعيم القبيلة رومان رينز. لما قضيت 30 سنة في WWE والشغل اللي عملته والايام اللي لعبتهن ما لقيت خصم زي رومان رينز، والاشخاص اللي وقفوا قدام رومان رينز كانوا من اصعب الاشخاص اللي مرت على WWE. ترايبل شيف عمل حاجة ذكية كثير. رومان رينز بطل يطلع في العروض الشهرية او العروض المحلية كثير او يدافع عن القابه، وهاي حاجة ذكية جدا. ما بتعرف الواحد كيف بصير معاه وكيف بيوم وليلة ممكن رومان رينز ينفصل عن القابه ويرجع على شخصية البيج دوغ. ايا كان يا جماعة الخير، بس دقيقة يا اخوان في توضيح اقول لكم اياه. ترابل اتش ما جاب سيرة البيج دوغ، انا من عندي قاعد بحكي وانا بأكد انه رومان رينز راح ينفصلوا القابه قريبا يرجع للبيج دوغ، توضيحا لكلام ترابل اتش. عشان هيك حكيت في الترجمة انه ترابل اتش بيحكي رومان رينز يرجع للبيج دوغ، لا بالعرض ما حكى هيك، بس ترابل اتش كلامه بيحكي زي هيك. يا اخوان صارت هدية جميلة من ترابل اتش، كشف ترابل اتش على حزام جديد وورلد هيفيويت شامبيون للوزن الثقيل، وهو حزام مثل حزام WWE. والجماهير فقعت من الفرحة ورحمونا من ذل رومان رينز، راح يصير بطل جديد الله العالم مين هو.
واقرب الناس المتوقعين له سيث فريكن رولينز وذا ميز وبابي لاشلي واوستن ثيري. يا سلام، اوستن ثيري يصير اندستيوبد دبليو دبليو. تخيلوا بحاجة ممكن تحصل. العالم اللي حيفوز بهاي البطولة البطل هو المستحق انه ياخذ هاي البطولة. توضيحا لكلام تروبل اتش، اوستن ثيري مستحيل ياخذ لقبين. وتوضيحا كلامي كمان مرة، اوستن ثيري راح يخسر لقب الولايات في باكلاش. واستنوا تحليل عرض باكلاش وتوقعات عرض باكلاش، ممكن بكرة او اليوم تنزل. ساك يا معلم، ساب المايك كذا جيم تروبل اتش ومشي. المهم يا اخوان بنروح للكواليس وبنلاقي عيلة البلود لاين قاعدين، جاي وجيمي وسولو في الكواليس. اجا جيمي اوسو وقال انا مبسوط كثير انه صار في اعادة مباراة تاج تيم تشامبيون بين كيفن اوينز وسامي زين، ومبسوط كثير انه راح نعمل حفلة يوم الجمعة انه حنفوز بالالقاب اندستيوبد دبليو دبليو اي تاج تيم تشامبيون. يا زلمة، جاي اوسو كان عقله غير بعقل جيمي اوسو. حكى جاي اوسو، بقول لك ايه يا جيمي، انت ما فكرتش ايش حكيت على المايك؟ انت ما فكرتش احنا لو خسرنا المباراة شو راح يصير معنا مع رومان رينز؟ اصلا انا يا جيمي اتقابلت مع سامي زين. ايش؟ شو يا جاي؟ تقابلت مع سامي زين ورجعت تتكلم مع جاي سامي زين يا جاي اوسو؟ هذا هو معروفك للبلوك لاين يا جاي. جاي لا ترجع تكلم سامي زين وبس، انتهى الكلام بيني وبينك. يا اخوان بيطلع بطل الولايات اوستن ثيري. يا اخوان ليش اترجم لحكي اوستن ثيري؟ بخبص، ما له اي عبره يا زلمه. اعطي لقب الولايات لاي حدا في الدبليو دبليو اي، اعطيه لاوتس، اسطورتنا اوتس يعني بيستحق انه ياخذ الحزام يا جماعه الخير. اعطيه الحزام لاوتس، طريب على ولاياك يا اوستن ثيري. لا تظلك تنفخ بحالك اكثر واكثر، لا تكون زي رومان رينز في بدايته في الدبليو دبليو اي. وبعدين يا اخوان دخلوا لاشلي ضرب اوستن ثيري وبلش يحكوا انا حاخذ اللقب، انا وحاخذ اللقب. وبعدين دخل بورسن ريد وعملوا اتحاد بين اوستن ثيري يتفقوا على بوبي لاشلي. وبعدين بورسن ريد هذا نفخ كمان اوستن ثيري ومسك لقب الولايات، وانتهت الفقرة اللي بتخزي على هيك. وبعد هيك يا اخوان بنروح على الكواليس بنلاقي جيمي اوسو. وات؟ انا ايش اللي حكيته؟ جيمي اوسو رايح لسامي زين ذات نفسه. حكى جيمي اوسو لسامي زين وحكى سامي اذا انت ضلك تحكي براس سامي، بضلك راس جاي اوسو تعبي في راسه، راح تشوف اشي في سماك داون الجاي غير متوقع. بتسمع ولا لا؟ ايش حكيت جيمي؟ بلعب براسه؟ انا ما بلعب براسه، انا قاعد بحكي الحقيقة يا جيمي اوسو. تحكي الحقيقة؟ حتحكي الحقيقة لما ناخذ منك اللقبين رو وسماك داون ونصير اندستيوبد تاج تيم تشامبيون على التوالي. راح اقول لك جملة، دير بالك من كيفن اوينز، اقول له خسرت الالقاب راح يغدر فيك يا اسطورة. وبس هيك يا معلم، انتهت الفقرة على هيك. وشغلة صادمة جدا، سامي زين اعطاها وحدة رياكشن غريب جدا. اول مرة بفكر بكلام جيمي اوسو. وبس هيك يا معلم. هي يا اخوان بنروح للحدث الرئيسي معانا، كودي رودز وفين بالر ضد بعض. عملوا مباراة جميلة ومتفوقة جدا. كودي وفين بالر نفخوا بعض فعليا. هيك يا اخوان خلصها الامريكان نايت مير كودي رودز وانتهت المباراة على هيك. وبعدين يا اخوان نروح على اخر فقرة معانا لعرض الرو. اخوان دخل سيث فريكن رولينز على حلبة ومسك المايك وقال
انا مش عارف الشعور شيكاغو لما احكي عن مباراة اومس وست فريك رولز في باكلاش. جاي احكي عن مباراتي بيني وبين اومس. انا جاي احكي عن تروبل اتش اللي حكاه اليوم عن الحزام الجديد اللي تصدر اليوم في الدبليو دبليو اي. هيك يا معلم بلشوا يحكوا عنه انه سيث فريك رولينز راح يهزم اومس ومن الكلام هذا، وانتهى العرض على هيك. بس كان في شوية حكي بين مات ريدل وكيفن اوينز وسامي زين انهم كيف راح تكون المباراة وكيف حيهزمون، يعني شوية حكي عن مباراة سماك داون الجاية. وبس هيك يا معلم انتهى العرض على هيك. وكان معاكم وانا طلال من قناة ذا ريسلر. شكرا يا اخوان على الدعم، قربنا على 200 مشترك يا احلى